سلام المشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الروتين وغادي ندير معكم واحد الكيكه وغدا وغادي نشوف العشاء محال واش غادي نتعشى في الدار نقدر نمشي عند عمي. المهم غادي ندير لكم واحد الكيكه كما قلت لكم راه زوينه عرفتو كتصدق. صافي غادي ندير الغدا وغادي نغسل الماعن. والمهم ها نتوما معايا ما تمشيو فين، راه اي حاجه درتها غادي تشوفوها في الروتين. وبحال ديما ما تنساوش ابوناو في قناتي وما تنساوش تشجعوني بلي لايك وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم ولا فامي ديالكم باش تعم الفائده. ودابا ندوزو لاول حاجه في الروتين ديالنا. اول حاجه هنايا في الروتين، هنايا درت لكم هنايا قطبان، هادشي اللي درت ديال اللحم، ديال اللحم الغنمي. صافي درتو هنايا وطيبتو انا في الفران، ما كان فيا مي جبت شويه ديال الضو كان الفران كنطيب الخبز وقلت درت نديرو. عرفتو راه كيجي زوين حتى اللي ما فيه ما يدير الفخر ديري غير في الشوايه. صافي هنايا ودرت شلاضه ديال الخيار ودرت الزيتون خضر و وحار راه كيتلفوني الكلمات والله العظيم. صافي ودرت الديسير، هادشي اللي درت. وكما قلت لكم جربوا ديك القضيه ديال الشوا في الفران، عرفتو راه كيجي زوين يعني بلا ما تعذبي ولا ما تديري الفاخر والدخاخن. واخا بصراحه داكشي زعما كيجي زوين، وغير هادي بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الفاخر. انا واخا كان عندي داكشي يعني صافي ما فيا ما يعاود يمشي يطلع للسطح ويشوي. صافي هادشي اللي درت كما قلت لكم شلاضه ديال الخيار والزيتون وداكشي اللي درت. والديسير درت بطيخ وسويله او البطيخ والمشماش، هادشي اللي درت. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ودابا غادي نتغدى وغادي ندوز نغسل الماعن وندير كيكه. المهم ها نتوما معايا ما تمشيو فين. هنايا بعد ما ساليت الماعن غادي ندير معكم واحد الكيكه. المهم في اناء غادي نديرو 4 ديال البيضات، 4 ديال البيضات متوسطين، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار. غادي نضربوهم مزيان وغادي نديرو معاهم نص كاس ديال السنيده فقط، يعني ما سكتروش باش ما تجيكمش حلوه حيت فيها الزبيب والشوكولات وسميتو والكاوبيل راه كتجي حلوه. دونك ديروا غير نص كاس، انا درت غير نص كاس ديال السكر. ودرت كاس معامر فيه الزبده مذوبه والزيت. صافي غادي نخلط العناصر مزيان وغادي ندير 2 قطرات ديال الخل ولا الحامض اللي عندكم. انا هنايا درت الخل وانتم ديروا اللي بغيتو. صافي هنا غادي نخلط العناصر مزيان وغادي نزيد عليها طحين حسب الخليط. وغادي ندير واحد الخميره كيماويه غير وحده فقط حيت اصلا الحال سخون وهي راه ما زويناش بزاف ماشي صحيه. هنا بعد ما خلطت العناصر مزيان غادي ناخذ المول. انا درت هذا المول هذا طويل وانتم ديروا اي مول بغيتو المدور ولا راه تجي فيه زوينه. هنايا خويت واحد الكميه كبيره وخليت غير شي شويه تقريبا واحد 4 ديال المعالق. زدت عليها واحد الساشي ديال الكاكاو ومعلقه كبيره ديال الكوبيل. صافي غادي نخلط العناصر مزيان. واذا جاتكم جاريه يا اما ديروا لها الحامض ولا ديروا لها شويه ديال الحليب ولا شويه ديال العصير ديال الليمون. صافي غادي نديرها بهذا الشكل هذا، يعني بلا ما تخلطوها غير حطوها هكا فوقها وهي فاش غطيب راه كل حاجه غتعزل بلاصتها. هنايا بعد ما سالينا غادي ناخذ الزبيب. انا هنايا درت الزبيب كحل وانتم الا بغيتو صفر بغيتو كحل بحال ولا متوفر عندكم حتى المشماش ولا اللوز ولا اللي بغيتو. انا هادشي اللي لقيت في الدار. صافي هنايا درت الزبيب وخديت الشكلاط ودرتو بهذا الشكل. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نسالي وغنقول لكم شنو غنديرو. هنا بعد ما ساليتها غادي ندخلها للفرن، غادي تطيب من الفوق ومن التحت.
انا هنايا درتها غير الفوق وجيت لقيتها صافي طابس، يعني ما عاودش نزلتها لتحت. هنايا بعد ما غادي تخرجوها من الفران غادي ديروها في الجهه المعاكسه. مثلا درتيها كانت الفوق غادي تقلبيها، انا هنايا راه قلبتها، راه اللور ديال هذا. صافي هنايا بديت كندهنها بالشكلاط، ما حدها سخونه. المهم كنعتذر بعدا على صوتي ديما خصني نعتذر حيت تنمونطي لكم الفيديو في الليل، وعرفتي حتى مونطيتو تسمعت لي واحد الاغنيه في التلفازه وعاود حيدتو. المهم مشاكل. المهم هنا بعد ما دهنت الشكلاط خليته يرتاح، غادي ناخذ واحد بسكوي. انا هنايا درت طونيك، نتوما ديروا اي حاجه، بسطه درهم ولا بسطه 10 درهم ولا ديك البسطه ديال 3 دراهم. صافي هنايا خديتها وفرتتها مزيان صافي، وكنديرها بهذا الشكل هذا. هنايا بعد ما ساليت البسكوي غادي ناخذ هاد الحبيبات ديال الشكلاط، راه كيكون وسطهم كاوكاو. اللي غتسولي فين خديتها، خديتها غير في الحانوت. عرفتي راه اي حانوت مشيتي راه غادي تلقايها، وخاصه عند صحاب الزريعه راه كتكون عندهم. هنايا خديتها غير بدرهم، يعني راه فيها بزاف، هادشي كله هذا بدرهم. صافي هنايا زوقتها، راه كتجي الشكل رائع، عرفتو كتجي واحد الكيكه زوينه لا في المنظر ولا في المذاق. غادي نقطع لكم واحد الطرف شوفوا كيفاش كتجي، عرفتو كتجي غزاله وكتجي رائعه، نتمنى تجربوها. وهنايا بعد ما سالينا الكيكه غادي ندوز باش نمشي معكم للعراض اللي قلت لكم. غادي نمشي نتعشى عند عمي، والمهم داكشي اللي درت راه غتشوفوا. صافي هنايا مشيت نتعشى عند عمي كما قلت لكم. صافي هنا شربنا اتاي ودرنا معاه كيكه باللوز وحلوه. هادشي اللي كاين، دوزنا نهير زوين وصافي هادشي اللي كاين. وفي العشاء درنا اللحم بالبرقوق واللوز والديسير. هادشي اللي كاين، الله يخلف وجه البركه وكنشكرهم بزاف. وصافي هنا وصلنا لنهايه الفيديو، وإلا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك.